إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم ذكره يغني عن شرحه، فهو واضح جدا لكل مسلم، ولكننا ننبه على فقرات وكلمات في هذا الحديث المبارك الطيب لكي ينتبه المسلم إلى ما يقول ربه تبارك وتعالى، وهو ما يسمى هنا بالحديث القدسي. ليس بقرآن، كلام الله، ولكنه حديث قدسي. كرر الله تبارك وتعالى في هذا الحديث كلمة يا عبادي 10 مرات،
يا عبادي يا عبادي يا عبادي، يذكرك أنك عبد لله، بل ويشرفك، فإن أشرف لقب تلقب به هو أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مناقبه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في عبادته: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بهذه الكلمة، ولما جاءه أناس وقالوا له: أنت سيدنا، قال: بل قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله. فعندما يناديك الله تبارك وتعالى ويقول: يا عبادي، استشعر هذا الخطاب المبارك من الله سبحانه وتعالى، يناديك، ينبهك، يذكرك. إذ أخذ الله عليك الميثاق من ظهر أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. كلنا قلنا بلى وشهدنا أنه ربنا، لكننا لا نذكر الآن، ولكننا نصدق الله سبحانه وتعالى فيما أخبرنا عن أنفسنا فيما فعلناه لما أخرجنا من ظهر أبينا آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن الآن في دار ابتلاء ودار اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهل ننجح في هذا الاختبار ونلتزم بما قطعنا عليه العهد مع الله جل وعلا عندما قال لنا: ألست بربكم؟ أو نخون كما خان الآخرون ونغدر كما غدر الآخرون؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أعظم الظلم ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي بعده ظلم الناس وظلم النفس. أما ظلم الناس بأخذ حقوقهم وإيذائهم والتعدي عليهم، وأما ظلم النفس ففي إهلاكها وفعل المعاصي وترك الواجبات. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا، لم يغطوا إيمانهم بظلم. أي ظلم؟ نكرة، كلمة ظلم نكرة لم تعرف، فيدخل فيها كل ظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. مفهوم هذه الآية أن الذي لبس إيمانه بظلم ليس له أمن وليس مهتديا. فخاف الصحابة لما سمعوا هذه الآية المباركة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ومن منا لم يظلم نفسه؟ كلنا يقع منا الظلم، أنتم يقع منكم الظلم، أنا يقع مني الظلم، كلنا يقع منا الظلم، إما في حق الله جل وعلا، وإما في حق النفس، وإما في حق الآخرين. فخاف الصحابة رضي الله عنهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له الأمر، فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الظلم المقصود هنا هو ظلم الشرك. أعاذنا الله وإياكم من الشرك. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إن الهداية ليست بيد أحد سوى الله سبحانه وتعالى. أشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه قال له ربنا تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن طلب الهداية فليطلبها ممن يملكها وهو الله جل وعلا. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن أراد الهداية فليسأل الله جل وعلا لا غيره سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته. فيلجأ الإنسان إلى ربه ويسأله الهداية. وها نحن نقول في كل يوم عشرات المرات اهدنا الصراط المستقيم. فلنستشعر هذا الكلام ولتحضر قلوبنا معنا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم بصدق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له. من ينزل الغيث من ينبت الزرع إنه الله سبحانه وتعالى. هو الذي يطعمنا هو الذي يسقينا جل في علاه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. أليس هذا واقعنا؟ إننا نخطئ في الليل والنهار. إنكم تخطئون في الليل والنهار. من يستطيع أن يقول لست أنا؟ كلنا ذاك الرجل. إنكم تخطئون بالليل والنهار. وكأن الإنسان ينتظر من الله جل وعلا أن يقول له فلا أعاقبنك فلا أفعلن بك لأنك لا تنزجر ولا تتوب تخطئ بالليل والنهار. ولكن الإجابة من الله كانت غير ذلك تماما. وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. ما أرحمك يا رب. فتذكر أن اسم الله الودود أن اسم الله العفو أن اسم الله الغفور أن اسم الله الرحيم سبحانه وتعالى يخبرك أنك تخطئ بالليل والنهار ثم يقول لك بعد ذلك وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما أرحمك يا رب. فما المطلوب منا؟ قال فاستغفروني أغفر لك. استغفر الله تبارك وتعالى في الليل والنهار. فليشتغل لسانك بالاستغفار والتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى. سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه المعصوم الذي قال له ربنا تبارك وتعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول ابن عمر كنا نحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. ويقول للناس يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. كم مرة نتوب؟ كم مرة نستغفر الله جل وعلا؟ هل نحن فعلا مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحتاج الأمر إلى مراجعة وإلى إعادة حسابات وإلى نظر في هذا الأمر؟ أظن أن كل واحد منا يحتاج إلى أن يراجع نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إنكم
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لابد أن يعلم العبد قدر نفسه وأن يعلم قدر الله جل في علاه. الله يخبرنا من نحن ومن هو سبحانه وتعالى. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، كأنه يقول لك يا ابن آدم اعرف قدرك، من أنت ومن أنا سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، طاعتنا لنا، معاصينا علينا. لا ينتفع الله بطاعتنا، فلا يمنن أحد على الله بعمل قدمه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المن لله، الفضل لله سبحانه وتعالى. فلا يمنن أحد بعمله ولا يستكثر عمله ولا يظنن أحد أنه يضر الله بمعاصيه. الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى، فإن من أسمائه العزيز، والعزيز هو الذي لا يناله ضر من أحد سبحانه وتعالى لعزته. وهو الكبير وهو الجبار وهو العظيم وهو الصمد وهو القيوم سبحانه وتعالى. لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، فهو الغني سبحانه وتعالى، والغني المستغني عن كل أحد. ولذا قال بعدها لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا يؤثر بي، طاعتكم لا تنفعني، معاصيكم لا تضرني. لو شاء لخلق الناس كلهم حنفاء كما جعل الملائكة كذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانه وتعالى. ولكن أراد أن يختبرنا، فمن نجح في هذا الاختبار أعزه الله وأكرمه وأدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن رسب في هذا الاختبار فلا يلومن إلا نفسه. نحن المنتفعون ونحن المتضررون. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعرف قدر الله تبارك وتعالى ويعرف قدر نفسه ويعرف ماذا يجب عليه لله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا سخاء رغدا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة. مع تحيات قناة صوتيات البحرين الدعوية.